انتش مش هتطلعي من هنا، لا انت ولا اي حد من فرقتك، سمعتي؟ يلا غني 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 يلا. بتقول لها جن، انا عارفه ان انتوا جن. ايوه احنا جن، ولو ما غنيتوش مش هتخرجوا من هنا عايشين. والشيطانه بتقول لها شمس راحت ومش هترجع، ارجعي على الصلاه وكملي الحفله، واما كل فرقتك هيحصلوا شمس. بتفتح الباب بتلاقي الرائد وليد بتداري السكينه. وليد بيقول لها ممكن اتكلم معاكي بخصوص شمس. وبيبدأ المسلسل بالمطربة نورة بتكون نايمة، ولكن الجن بيكون محاوطها يا زميلي، وفجأة النور بيشتغل. نورة بتصحى من النوم مخضوضة وبتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدها بنشوف الجريدة دي اللي بيكون فيها الصحفي مشعل بيقرا اخبار عن المطربة نورة، وبيعرف ان اعتزالها كان لأسباب مجهولة. بيكلم واحد صاحبه وبيقول له يا اسطى انا بحاول اعمل مقابلة مع اللي اسمها نورة دي ولكنها رافضة تقابلني. بيقول له هي رافضة تقابل الكل مش انت بس. بيقول له الناس عايزة تعرف هي ليه اعتزلت. بيقول له طب سيبنا اشوف لك حد قريب منها يكلمها لك عشان توافق تقابلها. بيقول له ماشي ولكن مدي شوية، الناس عاوزة تعرف هي ليه اعتزلت، ده الاشاعات اللي بتطلع عليها وصلت الخليج مش بس الكويت. بيقفل معاه وبنرجع فلاش باك لنوره وفرقتها بيكونوا في الفرح ده بيغنوا، وبامانه بيغنوا اغنيه جامده جدا وربنا ما فاهم منها كلمه. بس بجد والله رغم ان طريقه كلام الكويتيين والخليجيين معظم كلامهم ما بفهموش، ولكن بحبهم جدا والله. وللعلم مش معنى ان انا قلت اني ما بفهمش معظم كلامهم يبقى بتريق عليهم، عشان بس ما حدش يفهم غلط. المهم ان نوره بتخلص وام العروسه بتكون مبسوطه جدا وبتقول لها بيضت وشي قدام الناس. تسلمي يا قلبي، خدي ده المبلغ اللي اتفقنا عليه ودي هديه من بنتي ليكي. بتقول لها كتر خيرك بس مش هقدر اخد الفلوس دي. بتقول لها يعني هتزعلي العروسه يوم فرحها؟ بتقول لها لا يا ستي ما اقدرش. بتسيبها وبتدخل لفرقتها وبتقول لهم يلا القبض. شمس بتقول لها ايه القبض اللي ما ياكلش عيش ده، المره الجايه ودينا فرح ناس اكابر. بتقول لها وانا اعرف انهم ناس اكابر منين؟ بتقول لها من اساميهم ياما، هتلاقي اساميهم فخمه كده. بتقول لها خلصانه، المره الجايه هبقى اسالهم على اساميهم قبل ما اقبل الاوردر. ابو فقرك يلا غوري. بتروح لمرزوقه وبتقول لها انا عارفه ان عندك ظروف، خدي دول وما تعرفيش حد. بتقول لها تسلمي يا حبيبتي. بتقبض الباقي وشمس بتقول لها ما تيجي تسهري معانا. بتقول لها لا هروح لعيالي عشان مستنيني. بترجع البيت لعيالها ولكن بتلاقي بنتها بتغني. بتقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول لها انا كنت بغني زيك. بتقول لها انا بقيت بغني لان مفيش شغلانه تانية اعرف اشتغلها، وانت لو عاوزه تبقي مهمه يبقى لازم تبقي دكتوره او مهندسه او مدرسه، وانت لازم تبقى محامي او طيار او ضابط او اي حاجه مهمه، ولكن اوعوا تكونوا زيي. خلاص ما تزعلوش، بصوا اشتغلوا الحاجه اللي انتوا عاوزينها ولكن بلاش تكونوا زيي. بتاخدهم في حضنها. وفي الوقت الحاضر مشعل بيجيله مكالمه من صاحبه بيعرفوا ان نوره وافقت تقابله بس شرطها انه يجي لها دلوقتي. بيقول له طب اديني العنوان. وفي بيت نوره يا زميلي البخور بيكون شغال وايات القران متعلقه في كل مكان في البيت. مشعل بيوصل وابن نوره بيستقبله بس الوقت طريقته بتكون غريبه. مشعل بيبص في كل حته في البيت وبيستغرب ان ده بيت واحده كانت مطربه في يوم من الايام. لا وكمان بعد اللي بيشوفه بيتاكد ان اللي حصل لنوره ما كانش عادي. نوره بتجيله وبتقول له خش في الموضوع على طول. بيقول لها تمام، انا عاوز اعرف انت ليه اعتزلتي. انا بصيت على تقرير المباحث بتاع القضيه اياها ولكن ما صدقتش اللي اتقال فيه، فحبيت اعرف منك الحقيقه. انت كنتي اشهر واحده في الخليج، مستحيل تعتزلي مره واحده كده. بتقول له مستعده تسمع القصه؟ بيقول لها اكيد. تقول له خلاص اسمع القصه ولكن اتحمل اللي هيجرى لك. بيقول لها طب يلا نبدا. بيشغل التسجيل ونوره بتحكي اللي حصل معاها من 5 سنين. واللي حصل يا زميلي انها كانت واخده يوم اجازه عشان تقعد مع عيالها. تليفونها رن ولما ردت لقيته اوردر. الست اللي بتكلمها بتقول لها انا ام مرجانه، فرح بنتي النهارده وهي مصره انك انت اللي تغني في فرحها. بتقول لها الف مبروك بس انا مش هقدر اجي بصراحه لان النهارده اجازتي واجازه فرقتي كلها. بتقول لها معلش بس انت لو ما جيتيش بنتي قلبها هيتكسر. بتقول لها طب انا ممكن اديك رقم مغنيه تانية كويسه. بتقول لها بنتي مش عاوزه غيرك، تعالي وانا هديك ضعف اللي هتطلبيه ويمكن اكتر كمان. بتفتكر عيالها ومستقبلهم وانها محتاجه الفلوس جدا هي وكل فرقتها. بتقرر توافق وفعلا بتاخد فرقتها وبيتحركوا. شمس بتقول لها مالك يا بنتي بقى ده منظر واحده رايحه فرح؟ بتقول لها زعلانه عشان سبت العيال في يوم اجازتي اللي بيستنوه يجي بفارغ الصبر. بتقول لها طب ما انا كمان سبت عيالي، امال احنا بنشتغل ونشقى عشان مين؟ ما عشانهم. بس يا ستي اول ما نخلص الفرح ده تعالي ناخد عيالنا ونخرج نتفسح سوا وهو بالمره نلعب على المراجيح معاهم. بتضحك وبيقضوا طول الطريق غنى ولكن نوره بيكون قلبها مقبوض. وعلى بالليل بيوصلوا على القصر اللي فيه الفرح. بيكونوا مبهورين بالقصر ولكن بعد منظر الخدامه احب اقول لكم دي بدايه مبشره بالخير او بالشر مش هتفرق. المهم انهم بيدخلوا وبيقابلوا تاني خدامه بيلاقوها زي الاولى ويمكن اسوء. بيدخلوا الاوضه اللي هيقعدوا فيها وفجاه مرزوقه بتنصدم. نوره بتقول لها في ايه؟ بتقول لها بصي جنب الحيطه. بينصدموا ان في عظم شكله مخيف بس نوره بتقول لحياه والنبي غطيهم لحد ما نخلص ونمشي. ام العروسه بتوصل المكان وبتقول لهم ازيكم دول بناتي فيروز وزمرده. بتسلم على نوره وبتضغط على ايديها يا زميلي. الدفات اللي في المكان حرارتها بتزيد وام مرجانه بتقول لهم خدوا راحتكم لحد ما الفرح يجهز. بتسيبهم وبتخرج. وشمس بتقول له نوره انا مش مرتاحه للفرح ده، هي ملامح الناس دي عامله كده ليه؟ ده لما دخل الاكسجين قل في الاوضه وحتى الدفايات حرارتها زادت ولما خرجوا من هنا الاوضه
الاوضه رجعت طبيعيه. بتقول لهم مالكوا يا جدعان، انتوا بس بيتهيأ لكم عشان اول مره تيجوا مكان فخم زي ده، ولكن في الحقيقه هي بتكون خايفه اكتر منهم يا زميلي. المهم انهم بيجهزوا وبيخرجوا الحفله والكل بيكون مركز معاهم. نورا بتبص على العريس والعروسه وبتتشائم اكتر يا زميلي. بيمشوا وسط المعازيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنت منك ليا في ايه؟ انا مش مزعلني في الموضوع كله غير اني بكتب السكريبت وانا قاعد في البيت لوحدي. انا مش من النوع اللي بيخاف والله، بس اللي بيحصل معايا وانا بكتب ده يخض. المهم ان نورا بتقول لهم يلا يا بنات. بيبداوا يسقفوا ومع تسقيفتهم المعازيم بيرقصوا رقصات غريبه. نورا بتبص على الواد ده بتلاقي نظراته مريبه. بتبدا تغني وعينها بتكون مع كل اللي في الفرح. مش فاهمه هم بيرقصوا كده ليه دول. هي وفرقتها بيقلقوا ومش بيكونوا مركزين في الغنى. بيخلصوا الفقره الاولى بالعافيه وبيدخلوا الاوضه وهم عمالين بيتكلموا عن اللي حصل بره. شمس بتقول لنورا ما تقوليش بقى انك ما حسيتيش بكل اللي احنا حسينا بيه. بتقول لها انا تعبانه قوي يا شمس. بتحس انها دايخه يا زميلي وبتبدا تهلوس حرفيا. شمس بتقول لها يا بنتي مالك في ايه؟ تعالي ريحي لحد ما نجهز الاغنيه الجايه. ايه البت عفاف السودا بتجيلهم وشمس بتقول لها معلش ما عندكوش اي اوضه نورا ترتاح فيها؟ بتقول لها فوق في الدور الثاني. نورا بتسيبهم وبتكون في طريقها للاوضه وفي وسط ما هي طالعه بتكون مستغربه ازاي المكان ده جزء من القصر الفخم اللي هم فيه. بتفتح الباب ده بتلاقي قدامها ممر مليان اوض. بتكون لسه هتدخل جوه ولكن بتلاقي فاروق صراصير على شمالها. بتقول يا ترى اكمل ولا ارجع؟ بتقرر تكمل وبتحاول تفتح اول اوضه ولكن بتلاقيها مقفوله بالمفتاح. بتدخل على الاوضه الثانيه مقفوله بالمفتاح. بتروح على اللي بعديها واللي بعديها وبتلاقي معظم الاوض مقفوله بالمفتاح. بتبص على الحيطان بتلاقي كلام غريب مكتوب. بتقدم شويه بتشوف اللوحه دي بتستغرب جدا من شكلها وبعدها بتروح تفتح باب الاوضه دي وبتدخلها. الاوضه زي ما انت شايف كده يا زميلي فابريكا بره وجوه. نورا بتبص في المرايه وفجاه بتحس ان في حد ماشي وراها. بتبص على الدولاب بتلاقي شيطانه بصلها يا زميل. الشيطانه دي تبقى ام مرجانه. نورا بتترعب ولكن لما بتفتح الضلفه مش بتلاقي حد. بتنام على السرير ولكن نفس الشيطانه بتكون بصلها في المرايه. نورا بتروح في النوم وبتحلم بنفسها وهي ماشيه في الممر والشيطانه واقفه قدامها. بتحاول تدخل الاوضه دي ما بتعرفش والشيطانه بتشاور عليها. نورا بتقول لها سامحيني اني جيت هنا ولكن كنت بدور على اوضه ارتاح فيها. الشيطانه بتوطي على الارض ومره واحده بترفع راسها بالشكل المرعب ده وبتجري ناحيتها ومره واحده برضه بتطلع قدامها بالشكل المرعب ده. بتخوفها ومع صرختها كل حاجه في المكان بتتزلزل. نورا بتصرخ وفجاه بتصحى من النوم. بتصحى مرعوبه وبتفضل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتخرج من الاوضه. بتسمع نفس تمتمه الشيطانه. بتبص على يمينها بتلاقي الشيطانه مستنياها. الشيطانه بتديها ظهرها ونورا بتبص الناحيه الثانيه وبتلاقي الطفل ده مستنيها وفجاه بيطلع يجري قدامها. بتقول له استنى يا حبيبي انت رايح فين؟ بتروح وراه لحد ما بتلاقيه في المكان ده. بتقول له تعالى يا حبيبي ولكن الواد بيسيبها وبيدخل المكان ده. بتحاول تدخل وراه ولكن بتلاقي الاوضه مقفوله. بتقول له افتح يلا يا ابني الدايخه. شمس بتكون رايحه تدور عليها وفي الوقت ده نورا بتسمع تمتمه الشياطين ومره واحده الباب ده بيتفتح ونورا بتتسحب جواه. شمس بتسمع صوت صراخها اما اللي سحب نورا فبيقعدها على الكرسي ده. بره شمس بتطلع تجري على الممر الملعون ده وبتفضل تنادي على نورا وفجاه بتسمع حد بيعيط في الاوضه دي. بتفتح الاوضه ولكن ما بتلاقيش حد فيها. بتكمل طريقها ولكن الشياطين بيكونوا حواليها. شمس بتوصل الاوضه دي وبتلاقي 6 منقبين قاعدين بياكلوا فيها وفجاه بتسمع اللوحه دي بتتكلم. بتنصدم وفجاه بتلاقي لوحه منهم فتحت عينيها. بتكون واحده من الشياطين او نقدر نقول واحد من الشياطين بيخرج من الحيطه والشمس بتترعب من اللي شايفاه. وبصوا هو بيحصل مشهد مقرف جدا مش هوريهولكوا الصراحه. المهم انها بتفضل تقرا سوره الناس والشيطان بيرجع مكانه تاني وعلى كانه خرج منه اصلا. شمس بتطلع تجري على تحت اما نورا فبتلاقي الطفل ده على ايديها. بتترعب والدموع بتكون عماله تنزل منها من كتر الخوف وفي المرايه ما بتكونش شايله حد والواد ده بيكون قاعد جنبها ومره واحده بيبقى واقف جنبها يا زميل. بتترعب اكتر ما هي مرعوبه والواد بيبدا يتكلم معاها بصوت شيطاني. غني لنا لانك لو ما غنيتيش مش هتطلعي من هنا لا انت ولا اي حد من فرقتك سمعتي؟ يلا غني 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 يلا. وفعلا يا زميلي بتبدا تغني ولكن بتغني وهي مرعوبه وفجاه باب الاوضه بيتفتح. نورا بتطلع تجري على بره وبتنزل من على السلم وهي عماله تصوت. اول ما بتشوف المعازيم بتهدى ولكن بتهدى من رعبها مش لانها اطمنت ولا حاجه. بتدخل الاوضه اللي فيها زمايلها ولكن ما بتلاقيش حد في الاوضه واول ما بتبص وراها بتنصدم. المشهد بيتكرر بيها مره واثنين وعشرة وفجاه الخدامه دي بتفتح الباب اللي جنبها. بتترعب وبتكمل طريقها ونفس الخدامه بتفتح الباب اللي جنبها تاني. حرفيا المشهد عمال بيتكرر معاها. بتقدر انها ترجع لاصحابها وبتلاقي شمس منهاره يا زميلي. بتقول لها فوق يا بنت في ايه؟ وايش فيك انطقي؟ شو اللي صاير احكي؟ بتقول لها طلعت ادور عليكي فوق وفجاه لقيتك بتصرخي. وصلت الدور الثاني ولقيت في شياطين. احنا لازم نمشي من هنا واما كلنا هنموت. حياه بتقول لهم الظاهر ان شمس تعبانه شويه. شمس بتقول لها انا مش بهالو صدقوني انا بقول الحقيقه. صدقيني انت يا نورا يلا نمشي من هنا. بتقول لها اهدي خالص اهدي انا مصدقاكي لاني شفت نفس اللي انت شفتيه ولكن اهدي عشان نعرف نتصرف. بيجي ميعاد الفقره الثانيه يا زميل وشمس
شمس بتقول له نورا وربنا ما انا رايحه. بتقول لها لازم نروح نغني عشان نخرج من هنا، صدقيني مش هيخلونا نخرج من هنا غير لو غنينا. يلا يا بنات روحوا اجهزوا وانا وشمس جايين وراكم. وفعلا بيخرجوا ونورا بتقول لشمس انت اختي وانت عارفه انا بحبك قد ايه ومش عاوزه الكلاب دول ياذوكي، عشان كده لازم نغني. بتقول لها خلاص ماشي بس خليكي معايا. فبتهديها وبتحكي لها كل اللي حصل معاها، وبتقول لها احنا كل اللي علينا نغني لحد اذان الفجر وبس، وساعه اذان الفجر هنهرب من هنا. ام مرجانه بتدخل عليهم وبتقول لهم الفرقه جاهزه والمعازيم مستنيينكم، في حاجه مأخراكم ولا ايه؟ نورا بتقول لها مفيش، هي بس شمس تعبانه شويه. بتقول لها شمس حبيبتي نجيب لك حاجه تشربيها؟ بتقول لها جن، انا عارفه ان انتوا جن. ايوه احنا جن، ولو ما غنيتوش مش هتخرجوا من هنا عايشين. شمس بتطلع تجري على بره، ولكن اول ما بتخرج من الاوضه بتقع في المكان ده. نورا بتفتح الاوضه وراها ولكن مش بتلاقي المكان اللي شمس وقعت فيه. بتنصدم والشيطانه بتقول لها شمس راحت ومش هترجع، ارجعي على الصلاه وكملي الحفله واما كل فرقتك هيحصلوا شمس. نورا بتنهار ولكن ما بيكونش قدامها حل تاني غير انها تكمل الحفله، لو مش عشانها لازم تكملها عشان صحابها يخرجوا من هنا عايشين. وفعلا بتخرج الصلاه والعيون بتكون عليها قداره. الشيطانه الكبيره بتقول لهم ما تركزوش مع اي حاجه هتشوفوها النهارده، يلا ابدأوا الحفله. وفعلا يا زميلي بيبداوا الحفله غصب عنهم، بيركزوا مع العريس والعروسه، ونورا بتعرف ان العروسه هي الشيطانه اللي ظهرت لها في الممر. برضك بتكمل الحفله وبتشوف مناظر رعب الرعب يا زميل. بتبص على الساعه بتلاقي الفجر خلاص قرب، بتوقف غنى وبتقول للبنات ده فرح جن، احنا في فرح جن. وساعتها الجن بيغضب والعشيره بتبدا تظهر شكلها الحقيقي، شياطين ومش اي شياطين، دول من اخطر عشائر الجن، ما شاء الله كلهم رجول معيز، وكمان بيعزفوا على الحان شيطانيه. جراولات لا انا قاعد في البيت لوحدي، مش حمل خضه من دول تقطعوا لي الخلف فيها. ايه المهم يا زميلي ان شمس بتظهر وسط العفاريت بيكون متسيطر عليها. نورا بتكمل غنى ومع الغنى الجن بيفضل يرقص، بيبداوا يتحولوا بالكامل وبيفضلوا يضحكوا بهستيريا، البيت كله بيتراج وكأن في زلزال. ومره واحده الجن بيقف بالشكل ده وبيبداوا يتقدموا ناحيه نورا واصحابها. نورا بتبص على الساعه بتلاقيها خلاص قربت، هي واصحابها بيفضلوا ثابتين في مكانهم ولكن خلاص الجن بيقرب جامد. ومره واحده الفجر بيأذن والجن ثبت في مكانه. نورا واصحابها بيطلعوا يجروا من المكان وبيخرجوا من القصر يا زميل. الراجل ده بيكون رايح المسجد وبيشوفهم وبيقول لهم انتوا كويسين؟ نورا بتقول له كان في فرح جوه. ما بتكملش باقي الكلام وبتلاقي الراجل بيقول لها البيت ده مهجور يا بنتي، والراجل بيقول لهم اوعوا تدخلوا البيت ده لاني سمعت عنه كلام مش تمام خالص. بيطلعوا يجروا من المكان ونورا بترجع بيتها وهي لسه بتترعش من الخوف، بتنهار من العياط مش مصدقه ان اكتتب لها عمر جديد. بتدخل تنام جنب عيالها وبتقرر انها هتبدا صفحه جديده والجاي كله هتعيشوا معاهم وبس. وعشان كده بتبدأ تشيل أي صورة ليها علاقة بشغلها، والصورة اللي بتشيلها بتعلق مكانها آية قرآنية، ده حتى الطبل اللي متعلق في بيتها بتقطعه. وفي الوقت ده جرس بيتها بيرن، بتفتح الباب بتلاقي الرائد وليد بتداري السكينة. وليد بيقول لها ممكن أتكلم معاكي بخصوص شمس؟ اهلها مقدمين بلاغ انها متغيبه من امبارح، ولما سالنا عرفنا انها كانت معاكي وانك اخر واحده شفتيها. بتقول له بعد اذنك نتكلم بعدين. بيقول لها المغرب تكوني عندي في القسم واما اخد اذن من النيابه وهجيلك هنا البيت. بتقول له لا هجيلك ما تقلقش. وفعلا بعد المغرب بتروح له ووليد بيقول لها شمس فين؟ بتقول له ما اعرفش. بيقول لها كل فرقتك قالوا ان انت كنت اخر واحده معاها، امتى اخر مره شفتيها؟ بتقول له في الفرح. بيقول لها الفرح اللي كان في بيت مهجور؟ بتقول له ما كناش نعرف اصلا انه بيت مهجور. بيقول لها ولما رحت ولقيته البيت مهجور قلتوا تدخلوا جوه؟ ما بتعرفش تحكي له اللي حصل. بيقول لها مين اللي كلمتك عشان تروحي الفرح؟ وقبل ما ترد بتسمع تمتمة الجن حواليها. بتقول له ما اعرفش مين اللي كلمتني. بيقول لها طب خلينا نمشي ورا كلامي، يعني انتوا رحتوا لقيتوا البيت مهجور فدخلتوا جوه وانت وشمس دخلتوا اوضه لوحدكم وانت لوحدك اللي خرجتي منها، عرفيني ايه اللي حصل بينك وبين شمس هناك. بتقول له لو قلت لك مش هتصدقني. بيقول لها يا ستي قولي وانا هصدقك. بتقول له احنا كنا في فرح جن. بيقول لها بلاش تسوقي العبط واحكي الحقيقه. بتقول له والله هو ده اللي حصل، احنا رحنا فرح جن والجن هو اللي خد شمس. الانوار بتبدا تقيد وتطفي في المكان ووليد بيقول له نورا خليك هنا وانا جاي. بيسيبها وبيروح يشوف النور قاطع عليه ويا دوبك بيخرج من هنا واللي عليهم العين بيحضروا. نورا بتنصدم وبتقول خلاص مش هحكي حاجه. وساعتها النور بيجي. بتقول لمشعل اضطريت اقول ان شمس اختفت في البيت وما نعرفش هي فين. مشعل بيكون مرعوب وبيقول لها شكرا على وقت. بيقفل التسجيل وبيكون ماشي. فبتقول له لو عاوز نصيحتي انسى اللي انا قلته لك واوعى تكتب عن الموضوع ده وامسح التسجيل اللي معاك واوعى تسمعه ابدا. ما بيسمع لهاش وبيمشي وبيطلع على مركز الشرطه على طول. بيروح للرائد وليد وبيقول له انا عايزك بخصوص اختفاء شمس اللي كانت في فرقه نورا. بيقول له القضيه دلوقتي في اسم تاني لانها لسه مفتوحه. بيقول له ممكن اعرف انت ليه ما حبستش نورا؟ بيقول له لان لسه ما لقيناش الجثه ومن غير الجثه ما فيش دليل، ده غير ان ما فيش اداه جريمه اصلا، وبعدين ما ممكن تكون شمس سافر. بيقول له انا قابلت نورا وحكيت لي كل اللي حصل يوميها، بس انت ايه رايك في الموضوع ده؟ بيقول له احنا ما بناخدش بالحاجات دي في شغلنا، احنا عاوزين الادله وبس، لكن القضيه دي يا جدع فيها
حاجه غريبه. بيقول له ايه الحاجه الغريبه دي؟ بيقول له انا في يوم رحت البيت اللي نورا وفرقتها كانوا فيه، قلت اروح ادور على دليل، ولما دخلت البيت حسيت بحراره غريبه جدا، حراره مفيش سبب لوجودها اصلا، وشفت حاجه غريبه، شفت اثار الحوافر بتاعه الخرفان ولكن حجمها ما كانش طبيعي خالص. كملت تدوير في البيت لحد ما لقيت عظم، والغريب ان العظم كان طري ومعنى كده انه لسه جديد. مرزوقه اللي في فرقه نورا كانت بتقول ان ده هو الاكل بتاع الجن على حسب الحديث الشريف. المهم اني كملت طريقي، وفي الدور التاني لقيت طلاسم وتماثيل وحاجات غريبه، وفجاه بدات تحصل معايا حاجات اغرب من كل اللي انا شفته. برضك كملت طريقي ودخلت اوضه من الاوض اللي كانت موجوده، ولقيت هناك صوره تشبه شمس. الغبي ما بياخدش باله من حلق شمس اللي وقع جنبه وبيكمل طريقه يا زميلي. المهم ان مشعل بيقول له ايوه يعني بعد كل ده ايه تفسيرك للي حصل؟ بيقول له ما انا قلت لك احنا كرجاله شرطه ما يهمناش غير الدليل وبس. بيقول له طب ممكن اشوف الصوره اللي انت لقيتها في البيت؟ بيقول له اه طبعا خد اهي. مشعل بينصدم وبيقول له اصلا دي شبه شمس على حسب الوصف اللي نورا قالته يعني. بيسيبه وبيروح على مكتبه وبيجهز عشان يحضر قصه نورا اللي هينشرها، وقبل ما يعمل حاجه بيفتكر تحذيرات نورا ليه، ورغم كده بيشغل التسجيل وبيبدا يكتب وراه، ومره واحده بيبدا يسمع تمتمه الجن حواليه. التسجيل بيعلق وفجاه الانوار بتفضل تقيل وتطفي. حضروا الله عليهم العين، الحراره بتزيد في المكان والواد بيشوفهم قصاده وما بينطقش تاني يا جدعان. بيخلصوا عليه بأبشع طريقه، وبعد ما بيخلصوا عليه بياخدوا بعضهم وبيمشوا. كتر خيرهم والله ضيوف خفيفه ما قعدوش حتى يشربوا حاجه. المهم ان حتى الكتابه اللي على الكمبيوتر بتتمسح والتسجيل خلاص كده مع السلامه. اللي حصل بينزل في الجورنال، ونورا بتنصدم اول ما بتعرف الخبر، ما بتلحقش تنصدم كتير لان تمتمه الجن بتحضر في المكان. الجن بيقول لها غني، بتبدا تغني له، ويا ترى هيسيبها عايشه ولا لا؟ وهنا بينتهي المسلسل يا زميل. لو عجبك بقى اكتب لي في الكومنتات عشان الفترة الجاية في شغل جمدان. وبس كده، اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا، وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكاية، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو ينزل هنا. وخش على قناتي اللي في الوصف هتلاقي عليها شغل فاخر وده وعد يا عمنا. والى اللقاء مع كل جديد. سالم.